في الساعات القليلة الماضية انتشر مقطع فيديو فاضح لصانعة المحتوى العراقية فاطمة الخالدي، الذي تسبب في موجة من الغضب الشعبي في الشوارع العراقية والعربية. ظهرت من خلاله صانعة المحتوى التيك توكر العراقي شبه عارية، وتم تصويرها من قبل أحد أصدقائها وبمحتوى وكلام غير لائق. ستتهم فاطمة الخالدي بالانحلال الأخلاقي وتشويه صورة المرأة العربية والعراقية، كما أنه يعزز الانحلال الأخلاقي بين الشباب العربي، بينما دفع العديد من متابعيها عن الفيديو المسرب لها، قائلين إنها بحاجة إلى الوعي وإنه لا داعي لكل هذا الهجوم عليها. والجدير بالذكر إن فاطمة الخالدي لم ترد على التعليقات السلبية التي تلقتها بعد انتشار الفيديو الفاضح، لكن بعد فترة بدأ إنها تبرر ما حدث، حيث جاء رد فاطمة بسبب الفيديو الفاضح الذي انتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنها كانت تجلس مع أحد أصدقائها المقربين، وأنهم لا يرتدون ملابس. تبدأ صديقتها في التصوير وسط رفض فاطمة في وقت لاحق. حدثت بعض المشاكل بين فاطمة وصديقتها، وتنشر فيديو غير أخلاقي لفاطمة الخالدي عارية. اعتذرت التيك توكر العراقية لمتابعيها، قائلة إنها لا تتوقع أن يكون رد فعل صديقتها على هذا النحو. وجاءت التعليقات السلبية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بفاطمة بعد انتشار الفيديو، وقد اتهمت بتصوير النساء العربية والعراقية بأكثر الطرق فظاعة. ظهرت التيك توكر العراقية بعد فترة وتقول إن الفيديو تم تسريبه من قبل صديقتها نتيجة نزاع نشأ بينهما. والتيك توكر العراقية فاطمة الخالدي مقيمة في بغداد، بدأت بنشر محتواها على موقع تيك توك ثم على باقي مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة سنوات. يشير محتواها إلى مقاطع قصيرة مسلية، وهو جزء من مذكراتها، ولديها قاعدة جماهيرية ضخمة خاصة على موقع التيك توك وسناب شات، وتبلغ من العمر 23 عاما. ده كان فيديو النهاردة، ونتقابل إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.